اهلا بيكم في مطبخ ليليان. النهارده هنعمل مع بعض صدور الفراخ البارده بالظبط اكنها لحمه بارده. تبقى لذيذه وصنف جديد لو عملناها في عزومه او مناسبه، وكمان بتبقى حلوه قوي في الساندوتشات. ممكن تعملوها في اللانش بوكس او حتى ليكوا في الشغل. هنحتاج 3 صدور من الفراخ بحجم متوسط، ويفضل ان احنا التلاتة نكون جايبينهم بنفس الحجم علشان يستووا في وقت واحد. وللتتبيلة هنحتاج معلقتين من صويا صوص، معلقتين من الباربيكيو صوص، وهنحتاج توابل ملح وفلفل توم وبصل باودر، شوية من البابريكا وبهارات الفراخ، وكمان هنحتاج شوية من الكبابة الصيني اللي هي اول سبايس وزعتر. هنحتاج كمان معلقة كبيرة من عسل النحل ومعلقتين من الزيت. بالخيط اللي هو بتاع المطبخ هنلف الصدور بتاعتنا كده علشان نحتفظ بشكل اسطواني لكل صدر وهي بتستوي. ممكن تعملوها من غير ما تلفوها، بس بيبقى شكلها ألطف لو احنا لفيناها. هنحطهم في كيس كده من أكياس الفريزر، ونحط كل مكونات التتبيلة جوه الكيس ونرجها كويس قوي علشان نتبل الفراخ، وهنسيبها في التلاجة على الأقل 4 ساعات أو لتاني يوم. تاني يوم انا طلعتها من التلاجة وفي طاسة سخنة جدا فيها معلقة من الزبدة ومعلقة من الزيت، وهندي الصدور بتاعتنا صدمة من كل ناحية بالظبط اكننا بنعمل عرق لحمة. نجهز بقى مجموعة من الخضار، بصل وجزر وطماطم وفلفل، وكمان توابل صحيحة، ورق لوري وروزماري كبابة صيني وقرفة، وشوية من الدقيق. ونجهز الكيس الحراري بتاعنا نحط فيه بقى كل الخضار والتوابل الصحيحة. بعد ما الفراخ بتاعتنا خدت لون حلو قوي من كل ناحية، هنحطها جوه الكيس الحراري ونفضي بقية التتبيلة بتاعتها عليها ونقفله كويس، ونعمل في الكيس كده كام فتحة بالمقص، وندخلها الفرن على درجة حرارة 200 لمدة نص ساعة، وبعدين نهدي درجة الحرارة على 180 ونخليها تستوي كمان نص ساعة. بعد ما تستوي هنطلعها من الكيس ونغطيها كده ونسيبها لتاني يوم في التلاجة. ما ينفعش نقطعها وهي لسه سخنة. تاني يوم انا كنت هقدمها مع فريك، فانا جهزت كوباية من الفريك، طبعا غسلناه كويس ولو في اي حاجة مش كويسة بنشيلها. جهزنا بصلاية متقطعة وحوالي نص فلفلاية كده صغيرة متقطعة صغير، وتوابل ملح وفلفل وقرفة وشوية من القرنفل مطحون وورق لوري. وفي الحلة حطينا معلقة من السمنة مع البصل والفلفل، وهنقعد نقلب فيه كده لغاية ما يبتدي يدبل شوية، وبعد كده نحط الفريك بتاعنا. الفريك مغسول ومتصفي كويس قوي لكن مش منقوع، وهنقعد بقى نقلب فيه لغاية ما الفريك بتاعنا يفلفل كده من 5 ل7 دقايق، وبعد كده نحط كل التوابل بتاعتنا ونزود مية مغلية، او طبعا لو حابين تزودوا شوربة، ونسيبه لحد ما يستوي. طلعنا الفراخ بتاعتنا من التلاجة بقى وجبنا سكينة حامية ونبتدي نقطعها بالورب كده شرايح السمك اللي انتوا تحبوه. زي ما انتوا شايفين الفراخ واخدة لون حلو قوي من بره ومن جوه كده بيضة، بتبقى حلوة قوي في الساندوتشات، وكمان لذيذة لما قدمناها كده مع الفريك. جربوا تعملوها وقولوا لي رأيكم، واشوفكم في وصفة تانية. ثانك يو.